واش عارف بلي من 1941 ل 1945 جدك كان كيتسنى ورقة ديال البون باش ياكل شوية ديال السكر الخامس؟ واش فراسك بلي عام البون ماشي مجرد تاريخ، بل هو أكبر عملية سرقة وتجويع تعرض لها المغرب؟ في سنة 41 900 ألف فرنسا كانت غارقة في الحرب العالمية الثانية. واش جاو يدافعوا علينا؟ بطبيعة الحال لا، بل جاو يخويو لينا الكفر، خداو القمح وخداو البقر ديالنا وحتى الزرع ديالنا باش يقدروا يوكلوا العسكر ديالهم في أوروبا. خلاو ليك ورقة ديال البون 300 غرام ديال الخبز في النهار لكل واحد. إلا ما عندكش هاد الورقة فأنت رسميا ميت. في 45 900 ألف كملت الباهية، الجفاف ضرب المغرب كامل، الشتا حبسات والجراد نزل بحال السحاب الكحل. الناس ملقاو ما ياكلوا لدرجة وصلوا كياكلوا الجذور ديال واحد النبتة مسمومة وكياكلوا الجراد مشوي. والموت وليتي كتشم الريحة ديالها في كل دار، والناس ولات كتدفن عائلتها في الحصيرة حيت ملقاوش الكفن. واش كيحساب ليك بلي المظاهر حاجة جديدة؟ فداك الوقت القماش اختفى، الناس لبسوا الخناشي ديال السكر والدقيق. وتخيل معايا مغربي عزيز عليه يتستر ولا لابس خنشة والريح كيضرب فيه من كل جهة. ومن هنا جات أكبر إهانة في التاريخ ديالنا، من المثل القائل لبستي الخيشة وعمرتي الكريشة. حنا اليوم كنشكيو من الويفي ثقيل ومن البيتزا بايتة. واش كتظن بلي هاد الجيل يقدر يعيش غير ساعة واحدة في 1945؟ واش حنا فعلا كنقدروا النعمة ولا خاصنا البون باش نفيقوا؟